اكيد جربت قبل كده تعمل عمليه تعديل على الصوت ببرنامج ادوبي ايديشن او بايدست، والاكيد برضو اللي انا متاكد منه ان اوقات كتيره جدا النتيجه بتطلع سيئه للغايه وبيطلع الصوت جودته اقل من ما انت كنت مسجله كمان. انا جاي النهارده اقول لك ما تقلقش، انا هخلي الذكاء الاصطناعي يعدل الصوت بتاعك وبضغطه زر واحده ومجانا بدون بقى كلام ومقدمات كتير. يلا بينا نبدا على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار يا جماعه؟ معاكم عمر شاهين. قبل ما نبدا وقعدتنا ما تنساش الصلاه على سيدنا محمد وتجيب بقى مشروبك اللذيذ وتيجي تركز معايا. مشروب ايه؟ انت محتاج تجيب الغداء بتاعك وكل حاجه عشان تركز معايا في فيديو النهارده، لان احنا ان شاء الله في فيديو النهارده هحل لك مشكله بتعقد ناس كتيره جدا من عمليه صناعه المحتوى وهي تعديل الصوت. انا النهارده جايب لك اداه هتعدل لك على الصوت بتاعك بطريقه مجانيه وكمان احترافيه جدا جدا جدا. مهما كانت الكواليتي بتاعت الصوت بتاعتك وحشه هيعدلوا لك ويخلوا لك كانك مسجله في استوديو. طيب قبل ما نبدا في معلومه مهمه لازم اقول لك عليها، وهي ان لازم الصوت بتاعك يكون بصيغه MP3 او ويف. يعني الصوت بتاعك يكون مفصول عن الصوره او عن الفيديو. طب هتقول لي لو انا مسجل على الموبايل الصوت والصوره مع بعض هعمل ايه؟ هقول لك بسيطه جدا، ممكن تحمل برنامج يوني كونفرتر او فورمات فاكتور وتفصل الصوت عن الصوره، او الطريقه الثانيه ان انت تخش على اونلاين اوديو كونفرتر موقع، هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت، ببص عليه وبعد كده تقول له الصيغه اللي انت عايزها MP3 او ويف زي ما انت شايف من هنا كده، وتختار الكواليتي اللي انت عايزها. احنا مثلا نقول ان احنا محتاجينها DVD مش عايزينها اكسترا هاي، وبعد كده تقول له اوبن فايلز من هنا كده وتروح للمكان اللي انت مسجل فيه يعني حاطط فيه الفيديو بتاعك. فانا مثلا حاطط الفيديو بتاعي هنا في الديسكتوب زي ما انتم شايفين كده، ده الفيديو بتاعي اهو، هختاره من هنا كده. فانا اخترت الفيديو بتاعي زي ما انتم شايفين هنا كده، الحجم بتاعه 2 ميجا، هيرفعه على الموقع وبعد كده هقول له اول ما يحمله على طول هقول له كونفرت. هو كده خلاص حمله، هقول له كونفرت زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده خلاص هو عمله، هقول له داونلود. بس مبروك بقى عندك الصوت مفصول عن الصوره. تعالوا نسمع كده مع بعض. انت صاحب قناه يوتيوب وعايز تصنع محتوى كويس من حيث الصوت والصوره والجوده وبأقل الامكانيات، فانت هنا بالفعل فصل لي الصوت عن الصوره. طيب ايه بقى اللي انا هعمله دلوقتي؟ انا دلوقتي هوريك مثال ان انا هسجل بالمايك بتاع اللابتوب نفسه اللي هو اسوأ مايك، ونروح على الموقع اللي احنا بنتكلم عليه نعدل الصوت عشان اوريك النتيجه انها فعلا مذهله جدا وبضغط زر واحد. هنعمل تجربتين مع بعض، التجربه الاولى زي ما لسه قايل لك بالمايك بتاع اللابتوب، والتجربه الثانيه بالمايك البويا باي MM1 عشان اوريك الفرق بين الصوتين وان النتيجه تطلع قريبه جدا جدا من بعض. يلا بينا نجرب. انا هستخدم في تسجيل برنامج اوديسيتي دلوقتي الاول، ما تقلقش ده برنامج تسجيل بس، سجل زي ما انت عايز، ممكن تسجل الصوت والصوره مع بعض او تسجل الصوت لوحده على الموبايل او تسجله على الكمبيوتر باي برنامج انت عايزه. احنا بس دلوقتي اللي بنعمله ان احنا بنسجل صوت عشان نروح على الموقع اللي انا بقول لك عليه ونعدل عليه الصوت او هو يعدل لنا الصوت بالذكاء الاصطناعي. يلا بينا نجرب. دي كده تجربه التسجيل بالمايك بتاع اللابتوب بتاعي، وان شاء الله هنحاول نعدلها دلوقتي عن طريق الذكاء الاصطناعي. دي كده تجربه التسجيل بالمايك بتاع اللابتوب بتاعي، وان شاء الله هنحاول نعدلها دلوقتي عن طريق الذكاء الاصطناعي. طبعا سامعين الايكو اللي هو الريفليكشن بتاع الصوت او صدى الصوت، وسامعين ان جوده الصوت سيئه جدا وفي نويز. اللي هنعمله ان احنا هنروح جايين عاملين ايه، اكسبورت للفايل ده، هنسيفه كويف فايل ونسميه تيست مثلا او اي حاجه، هنسميه كده تيست ونتك اوكي سيف. هيقول لك تمام، قول له اوكي، هيديك الاوبشنز دي، ممكن تحط انت الارتست نيم والتراك تايتل والكلام ده كله، لكن احنا هنقول له اوكي دلوقتي. ونروح بقى للموقع اللي انا هقول لك عليه ده، هتكتب ادوبي زي ما انتم شايفين كده انهانس سبيتش فروم ادوبي. اول ما هتدخل على الموقع هتلاقيه بيقول لك شايف ان هو ادوبي بودكاست وانه لسه بيتا، بس زي ما انت شايف كده هيقول لك ايه ريموف نويز فروم يور فويس ريكوردنج وذ سبيتش انهانسمنت. وفي ادوات ثانيه، بص ذا اذر AI باورد اوديو تولز، في ادوات ثانيه هنتكلم عنها برضو دلوقتي، ولكن انا عايز اوريك النتيجه قبل وبعد للسامبل اللي هو حاططها. I'm in a conference room with the window open and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio. طبعا اول ما بعمل الزرار كده ده معناه ان هو قبل التعديل، ولما برجعه كده ان هو بعد التعديل. طيب خلينا نجرب احنا على الفايل بتاعنا، احنا زي ما انتم شايفين كده مسمينه تيست. هو هياخد شويه وقت وبعدين يدينا التعديل قبل وبعد عشان نشوف مع بعض ونقارن ايه في النتيجه قبل والنتيجه بعد. خلينا نشوف مع بعض. هو بيقول لك هنا ان some files can take up to 10 minutes to enhance، يعني الموضوع بياخد اقل من 10 دقائق، ولكن هو ممكن يقعد 10 دقائق ربع ساعه، فسيبه براحتك، ده الفايلات الكبيره، لكن احنا الفايل بتاعنا مش هياخد وقت ان شاء الله على طول. لازم برضه اعرفك حاجه، ان السرعه بتاعه البروسيسنج دي بتعتمد في الاول على سرعه الابلودنج بتاعك على ما تحمله الفايل على السيرفر عنده، وبعد كده بتعتمد عليه هو بقى الذكاء الاصطناعي على ما يخلصه. طيب دي كده هو خلصه، ما خدش اكتر من 5 دقائق حرفيا. تعالوا بقى نشوف قبل وبعد برضه عن طريق المؤشر ده. انا هعمل كده يبقى قبل وكده يعني بعد. خلينا نشوف الاول، خلينا نعمل له داونلود عشان يتحفظ عندنا، عشان برضه اسيب لك النتيجه في الديسكربشن تحت لو عايز تشوف النتيجه قبل وبعد. خلينا بقى نشوف دلوقتي ونسمعها مع بعض. دي كده تجربه التسجيل بالمايك بتاع اللابتوب بتاعي، وان شاء الله هنحاول نعدلها دلوقتي عن طريق الذكاء الاصطناعي. دي كده تجربة التسجيل بالمايك بتاع اللابتوب بتاعي، وان شاء الله هنحاول نعدلها دلوقتي عن طريق الذكاء الاصطناعي.
بصراحه النتيجه واو ومبهره، وكمان فاقت اللي انا كنت مستنيه منه، يعني كانك فعلا مسجل بمايك احترافي. وهنشوف دلوقتي النتيجه بتاعت المايك البويا لما نستخدمه مع بعض. بس قبل ما نروح للمايك البويا لازم اقول لك على اداه كمان من الادوات اللي هنا، اللي هي المايك تشيك. لو احنا فتحنا الاداه كده بالمنظر ده، بس قبل ما نخش بقى على الاداه الثانيه لازم اقول لك يا استاذ انزل اعمل لايك وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان تكون معانا في الفيديوهات اللي جايه اول باول، لان الاداه اللي انا جايبها لك النهارده هتوفر عليك مجهود كبير جدا في تعديل الصوت. تاني حاجه بقى، الاداه دي لازم تستخدمها قبل اي عمليه تسجيل. دي بيقول لك ايه، تشيك يور مايك فور فري، يعني انت هتشيك المايك بتاعك الجين بتاعه كويس، هل في صدى صوت، هل النويز عاليه محتاج تقللها. فخلينا نشوف كده مع بعض هنعمل الطريقه دي ازاي. فهنتك على ستارت، بيقول لك بقى المايك تشيك هتعمل ايه، هتقول له كليك ذا بوتون اند سي ذس، يعني هاو از ماي مايكروفون سيت اب اند بليسمنت. يعني اول ما تدوس على تيست مايك دي تقول له هاو از ماي مايكروفون سيت اب اند بليسمنت. طبعا اللي انا هختبره دلوقتي هو المايك بتاع اللابتوب، لان المايك ده انا بسجل على مسجل خارجي على الموبايل الناحيه الثانيه خالص، فاحنا هنختبر المايك بتاع اللابتوب. وخليني اوريك ان المايك ده مش هو اللي بيسجل عشان تشوف بنفسك. هاو از ماي مايكروفون سيت اب اند بليسمنت. طيب ايه النتيجه بقى اللي طلعها لنا دي، ان الديستنس الميكروفون بعيده جدا. انا بقى هعد لكم الاختبار تاني برضو، وانا يعني لازق المايك ده في بقي وبتكلم مايك اللابتوب بنفس المسافه عشان اوريك ان مش ده اللي انا يعني بختبر منه. تاني حاجه بيقول لك ان الجين عالي جدا. يعني ايه الجين؟ مستوى الصوت بتاع الميكروفون. طيب تعرف تعدله ازاي؟ هوريكم برضو من الاعدادات بتاعه الويندوز اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، لو تفتكروا في الفيديو بتاع الصوت. اللي لو ما شفتوش هسيبه لك في اللاين اللي فوق ده، وهسيبه لك برضو في الديسكربشن تحت، لازم تروح تشوف. الحاجه الثالثه اللي بيقول لك ان الباك جراوند نويز قليله جدا، فانت في المحيط بتاعك ده مفيش نويز كتيره، فالمكان اللي انا بسجل فيه فعلا هادي ومفيش نويز، فانت كده في المكان الصح. الايكو بقى اللي هو بيقول لك ان في صدى صوت عالي جدا. بالفعل لو احنا سمعنا كده هو بيقول لك بقى ايه، ان كام كلوزر، وكمان قلل الجين وحاول تظبط الايكو، فهو بيديك ريكومنديشن وبيديك حلول يعني. طيب نحط بقى المايك البويا باي ام 1 ده ونختبر نفس الاختبارات اللي احنا عملناها. هنسجل جمله برضو على اوداستي بالمايك ده ونرفعها للموقع ده ونشوف برضو بعد المايك عنا هيبقى عامل ازاي. هنشيل بقى التسجيل اللي كنا مسجلينه كده ونقول له ان الريكوردنج ديفايس هو خلاص متعرف على المايك. هنقول له ستارت مونترنج، هنتاكد ان المايك بتاعنا مظبوط بالمنظر ده كده. نبعد بقى المايك ده كده ونجرب هنا. دي كده تجربه التسجيل بالمايك البويا باي ام 1، وهنعدل الصوت بالذكاء الاصطناعي دلوقتي. تمام كده سجلنا، لكن قبل ما نسمع مع بعض الصوت اللي طالع تعالوا نعمل بقى التيست بتاع المايك تاني كده. خليني بقى ابعد المايك ده ونعمل التيست بالمايك البويا باي ام 1. هاو از ماي مايكروفون سيت اب اند بليسمنت. شفتوا بقى المره دي قال لك ايه، الديستنس تو مايكروفون ممتازه جدا، الايكو قليل والباك جراوند نويز برده قليله، ولكن الجين عالي. طيب هنقلل بقى الجين ازاي؟ عندك الطريقه دي، ان انت تخش على من هنا كده على السيتنج بتاعتك وتروح للساوند من هنا كده زي ما انتم شايفين كده، وتروح على الميكروفون بتاعك من هنا كده وتقلل الصوت بتاعه زي ما انتم شايفين، يا من بره يا من هنا كده. خلينا نجيبه مثلا على حاجه و40 ونجرب التيست تاني. نعيد بقى التيست تاني بالمايك البويا باي ام 1 بعد ما قللنا الجين بتاع المايك. هاو از ماي مايكروفون سيت اب اند بليسمنت. شفتوا بقى المره دي الدنيا ظبطت ازاي؟ هيقول لك الديستنس تو مايكروفون تمام، والجين تمام، والباك جراوند نويز تمام، والايكو تمام. كده انت جاهز ان انت تبدا تسجل على طول. هو قال لك حتى هنا كريسب اند كلير، جريت جوب يور مايكروفون سيت اب بيزد اول اور تيست. يعني انت الميكروفون بتاعك جاز كل الاختبارات وعداها وبنجاح الحمد لله. تعالوا بقى نشيل المايك ونسمع الصوت اللي احنا سجلناه، ونسمع الصوت اللي احنا سجلناه على التيست ده عشان نشوف النتيجه، وكمان نرفعه للموقع عشان نشوف النتيجه بعد التعديل، واوريك ان مفيش فرق كبير قوي بين لما سجلت بالمايك الوحش بتاع اللابتوب والمايك الكويس اللي هو البويا باي ام 1. طبعا الصوت رائع، احسن ما تسجل بالمايك بتاع اللابتوب عن النتيجه اللي احنا سمعناها. ولو مش متاكد ارجع تاني كام خطوه لورا كده واسمع الصوت اللي سجلنا من اللابتوب في التيست ده والصوت ده. تعالى بقى نشوف الصوت اللي سجلناه على اوداستي بالمايك البويا باي ام 1 ونحفظه ونرفعه للموقع عشان يعدله. هنسمي هنا الفايل هنسميه تيست 2، بس خلينا نحفظه ويف مش ام بي 3. نعمل اكسبورت از ويف ونسميه تيست ام 1 او اي حاجه تيست ام 1، ونروح بقى للموقع بتاعنا تاني زي ما انتم شايفين كده. نضغط له برده اوكي هنا. نروح بقى للموقع بتاعنا تاني كده ونقول له ابلود انذر، ونختار التيست ام 1 اللي احنا لسه مسجلينه، ونصبر بقى شويه زي ما اتفقنا ونشوف هيطلع النتيجه هتبقى عامله ازاي. طيب برضو العمليه ما خدتش اكتر من 5 دقائق زي المره اللي فاتت، وراح جاي معدل لنا الصوت. هنعمل زي ما اتعودنا الاول داونلود عشان اسيب لكم برضو الفايلات زي ما قلت لكم في الديسكربشن تحت، ونعمل بدء التحميل ونسيبه بقى كده خلاص، ونسمع مع بعض النتيجه قبل وبعد. دي كده تجربه التسجيل بالمايك البويا باي ام 1، وهنعدل الصوت بالذكاء الاصطناعي دلوقتي. دي كده تجربه التسجيل بالمايك البويا باي ام 1، وهنعدل الصوت بالذكاء الاصطناعي دلوقتي. ملاحظين عمل ايه؟ عشان بس لو محدش خد باله، هو اول حاجه شال النويز اللي كانت موجوده وعلى الصوت وعلى الكواليتي بتاعته. خلينا برضو نسمع قبل وبعد مع بعض تاني، وركز في اللي انا قلته لك ده عشان تتاكد من اللي انا قلته. دي كده تجربه التسجيل بالمايك البويا باي ام 1، وهنعدل الصوت بالذكاء الاصطناعي دلوقتي. دي كده تجربه التسجيل بالمايك البويا باي ام 1،
وهنعدل الصوت بالذكاء الاصطناعي دلوقتي. واو، اللي عمله ده زي ما قلت لك هيوفر عليك كتير. كنت انت هتروح تشيل النويز وكنت هتعلي وتعمل نورمالايز وتوضح الكواليتي بتاعه الصوت. تقدر انت تاخد الصوت ده وتضيف عليه شويه فلاتر لو انت ليك في الادوبي ايديشن، او تقدر تاخده تشتغل بيه على طول، ومتهيألي الصوت جاهز جدا. كل اللي عليك بقى ان انت هتعمل سنكرونايزيشن على برنامج المونتاج بين الصوت والصوره بتاعتك، وبعد كده هيبقى خلاص مبروك عندك صوت احترافي وبضغطه زر واحده. وبرده ما تنساش قبل اي عمليه تسجيل روح اختبر المايك بتاعك وشوفه كويس ولا لا. انا عن نفسي بعمل العمليه دي دلوقتي. وبس كده، اي خدمه يا سيدي. اكيد انا دلوقتي وفرت عليك تعب ومعاناه التفكير والارهاق في تعديل الصوت، ومهما كان الكواليتي بتاعت الصوت بتاعتك، الاي اي او الذكاء الاصطناعي اللي احنا داخلين عليه العهد بتاعه هيقدر يعدل لك الصوت ويطلعه لك كانك مسجل في استوديو بالظبط. ولو انت لسه مكمل من هنا يبقى انت صاحبي، ولو انت لسه مكمل من هنا يبقى اكيد المحتوى ده عجبك. فما تنساش بقى تدعمني وتعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، ويا ريت لو تعمل شير للفيديو كمان عشان يوصل لعدد الناس اكتر. هستناكم ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. سلام.